انقسمت قسمين في قضية إبراهيم. خليقة كانت من أهل الكفر ومن تبعها تريد هلاكه وإحراقه، وخليقة كانت تتعاطف معه. فمما تعاطف معه مما تعاون عليه من الدواب الوزغ، فكان ينفخ عياذا بالله في نار إبراهيم، ولهذا جاءت السنة بقتله. يعني فائدة خارجة عن النص لكن فيها لغز عجيب. وما العمل الذي إذا تكرر يضعف أجره؟ أن الأصل من الشيء إذا تكرر يعظم أجره، لكن الوزغ إذا ضرب إذا قتل بالضربة الأولى يكون ضاربه أعظم أجرا ممن قتله في الضربة الثانية أو في الضربة الثالثة. يقل الأجر، وهذا على عكس المعهود. هذه يعني فائدة لمن يسمع، يعني حتى الناس يعلمون أن الأمور واسعة. وأنا أذكر أنني قلته مرة في لقاء أشبه بالتحدي، وقلت من أتى به له مكافأة مالية. فطن لها أحد الفضلاء كان اسمه إياد وفقه الله، الآن يدرس في استراليا الظاهر أو نيوزيلندا، الظاهر أنه في استراليا. المقصود وفاز بالجائزة. المقصود حتى يعني يكون في إعمال للذهن، لأن تحتاج إلى إيجاد جيل نشئ يعمل ذهنه. فالوزغ من الخليقة التي ظهرت على إبراهيم في حين أن السماوات والأراضين ضجت، لأن ما كان على ظهر الأرض أحد أتقى لله منه. قد يكون هذا قبل زواجه. إذا قلنا قبل زواجه فما على ظهر الأرض مؤمن غيره.